في بداية الفيلم بنشوف راجل بينظف مبنى من جوه، وفجأة في جثة بتقع على عربية نقل كانت واقفة بره. بعديها بنشوف 2 رجالة قاعدين في مطعم بيتكلموا عن مرض إدمان الكحول وعن أهمية التسامح مع الناس اللي بيحاولوا يتعافوا زي الراجل اللي لابس البدلة. الراجل ده بيقول إن التسامح مش سهل، خصوصا بعد اللي حصل لأهله من 5 سنين، وكان نفسه يتكلموا في مواضيع طبيعية أكتر. بعد كده بنكتشف إن الراجل ده شغال ضابط مباحث، ولما بيوصل لمكان الجريمة بيقابل زميله اللي بيوريه العربية النقل والجثة اللي فوقيها. المحقق بيعاين الجثة ويبص على المباني اللي حواليه، والضابط التاني بيكون مستغرب إزاي الواقعة دي حصلت بالقوة دي من مباني قصيرة كده. الضابط الأول لاحظ إن مفيش إزاز مكسور على الرصيف حوالين العربية، وبيخمن إن العربية اتحركت للمكان ده بعد ما الجثة وقعت عليها. المحققين بيمشوا لحد ما بيوصلوا لناطحة سحاب مودرن بتناسب أكتر مكان الجريمة، وهناك بيبدأ تعريف الشخصيات واحد واحد. أول واحد بنشوفه هو الشاب اللي لابس هودي وهو واقف بيتسكع، وبعديه بيمر من جنبه راجل لابس كرافتة حمراء وبيدخل المبنى. بعد كده بنشوف فرد الأمن وهو بيرد على التليفون في مكتب الاستقبال، والست العجوزة اللي واقفة في نص الصالة وباين عليها التوهان. بعديها بتدخل شابة للصالة وبتمر من قدام مكتب الأمن، بس الضابط بيوقفها وبيطلب منها ترجع لآخر الطابور عشان تمضي في سجل الزوار. فرد الأمن بيبلغ زميله إنه لازم يطلع طرد للدور ال39 وبيتحرك ناحية الأسانسيرات. الراجل اللي لابس كرافتة حمراء والست العجوزة بيحاولوا يدخلوا أسانسير بس بيلاقوه مليان، فبيدخلوا الأسانسير التاني اللي لسه واصل وفاضي، وبيدخل معاهم فرد الأمن. وأول ما الباب بيبدأ يقفل في حد بينادي عشان يستنوه، وبتدخل الشابة اللي شفناها قبل كده. بعدها في شخص تاني بيزعق وبيلحق الباب بإيده، وبيطلع هو نفس الشاب اللي كان لابس الهودي. أول ما كلهم بيبقوا جوه الأسانسير بيبدأ يتحرك، بس فجأة بيقف وبيحتجزهم. في نفس الوقت بنشوف ضابط أمن كبير في السن قاعد بيتفرج على ماتش هوكي في غرفة الأمن الرئيسية. فرد أمن صغير في السن بيدخل الغرفة وبيدردشوا مع بعض عن الماتش. بعدها بيلاحظ إن في أسانسير متظبط على وضعية الفحص، ففرد الأمن الكبير بيكلم مهندس المبنى بخصوص المشكلة دي. في الوقت ده المهندس كان بيحاول يصلح شباك مكسور في دور عالي جدا، بس الحارس بيطلب منه يروح يشوف الأسانسير الأول لأن في ناس محبوسة جوه الأسانسير. فرد الأمن بدأ يقلق والتوتر يزيد عليه، والست العجوزة فضلت تضغط عليه وتسأله عن إجراءات الطوارئ، بس هو ما كانش عارف يرد لأنه مجرد موظف مؤقت. الراجل اللي لابس كرافتة حمراء داس على زرار الطوارئ وضم صوته لصوت الست العجوزة، وسأل الحارس ليه ما معهوش جهاز لاسلكي. فجأة بيطلع صوت من نظام الاتصال جوه الأسانسير وبيبلغهم إنه عارف إنهم محبوسين وإن المهندس في الطريق عشان يشوف المشكلة فين. فرد الأمن الكبير هو اللي كان بيكلمهم من غرفة التحكم وطلب منهم يتكلموا قدام الكاميرا، ومن هنا اكتشف إن في مشكلة في الميكروفون وإنه مش قادر يسمعهم. فرد الأمن اللي جوه الأسانسير حاول يكلم الاستقبال من موبايله بس ما كانش فيه شبكة، فالشابة ادته موبايلها. المكالمة كانت قصيرة والشبكة قطعت بسرعة، وفجأة بدأت مزيكا تشتغل في الأسانسير، والراجل اللي لابس كرافتة حمراء بدأ يغني ويضايق كل اللي معاه. المهندس وهو رايح لغرفة المحركات فوق، الهوا طير بورنيته وكان هيقع من فوق المبنى. وتحت عند مدخل المبنى الضباط كانوا بيقربوا وبيتكلموا، وضابط المباحث لقى إزاز على الرصيف وشافوا راجل بيكنس إزاز تاني. الضابط طلب من الراجل يوقف كنس وأعلن إن المكان ده موقع جريمة. وفجأة حتة إزاز كبيرة وقعت من المبنى وكانت هتقتل زميله، وده أكد شكوكه. جوه المبنى المهندس بدأ يفحص الأسانسير من البير وكلم غرفة الأمن يبلغهم إن كل حاجة شكلها تمام بس هيعمل ريسيت. فرد الأمن الكبير بلغ المجموعة في الأسانسير إن النور هيطفي حوالي 20 ثانية. النور طفى، ولما رجع صرخت الست العجوزة في فرد الأمن وقالت له يبعد عنها، وهو اعتذر وقال لهم إنه بيخاف جدا من الأماكن المقفولة. الراجل الثالث زق لوحة من سقف الأسانسير عشان يدخل لهم هوا. فرد الأمن سأل لو المفروض يحاولوا يتسلقوا لفوق، بس الراجل التاني قال له إن الطلوع على الكابل خطر جدا. في غرفة المحركات المهندس سأل الأمن الرئيسي لو الريسات نفع، ولما ردوا عليه إنه منفعش قال إنه هينزل يشوف المشكلة من البدروم. الضباط في مكتب الأمن اتكلموا عن الشباك المكسور في المبنى وإن في حد احتمال يكون نط منه في الصبح. فرد الأمن الصغير كان قلقان جدا لما سمع الكلام ده. جوه الأسانسير الراجل اللي لابس كرافتة حمراء ادى الست العجوزة كارت المكتب بتاعه، وبدأوا يتكلموا مع بعض بسبب تعليق قاله عن الست العجوزة، حيث قال إنه بيعرف يفرق بين الغني والفقير، وقارن بين الست العجوزة والشابة وقال إن لبس الشابة باين عليه غالي. الشابة ادت له ظهرها، بس فجأة رد فعلها كانت عنيفة وقالت إنه لمسها من ورا، وفي نفس الوقت النور في الأسانسير بدأ يرعش. فرد الأمن الكبير كلم المهندس وسأله لو هو اللي بيعمل كده في النور، بس المهندس رد وقال إنه بيبص على الأسانسيرات من تحت وكل حاجة باينة تمام. المهندس شد دراع ليفر في جنب الأسانسير وسأل لو ده ساعد في حاجة، بس فرد الأمن الكبير بلغه إن مفيش أي تغيير حصل. المهندس
المهندس قال إنه هيرجع للسطوح ويعمل ريست يدوي، وفي نفس الوقت النور في الأسانسير بدأ يرعش تاني، وهم متابعين اللي بيحصل من مكتب الأمن الرئيسي. فرد الأمن الصغير شاف حاجة غريبة على الشاشة خوفته، والمهندس سمع صوت غريب وفضل يمشي وراه تحت الأسانسيرات لحد ما كان هيتفعس بأسانسير نزل فجأة في البير. النور رعش تاني وطفى خالص، وبدأ يطلع أصوات مريبة من جوه، والنور عمال يقيد ويطفي. ولما رجع للمرة الثالثة لقيوا الشابة مرمية على الأرض. الحراس في المكتب بيسألوا إيه اللي بيحصل، ولاحظوا إن ظهر البنت مجروح. الناس جوه بدأوا ينهاروا من الرعب، والراجل اللي لابس كرافتة حمراء لاحظ إنه عليه دم وحاول يخبيه عنهم. الشابة قالت إنها حست كأن في حاجة عضتها، فالراجل الثالث سأل لو حد معاه حاجة حادة ممكن تكون عورتها. فرد الأمن اللي جوه شاف الدم على هدوم صاحب الكرافتة، والتاني حاول يبرر ويقول إنها وقعت عليه بس. فقرر فرد الأمن يفتشه ويدور على السلاح. الحراس اللي بيتفرجوا من الكاميرات قرروا يطلبوا البوليس لأن بقى في حالة اعتداء جوه الأسانسير. وفي نفس الوقت بره المبنى كان الضابط اللي كان في المطعم واقف بيتكلم مع الأدلة الجنائية. لما جت المكالمة بخصوص الأسانسير، الضابط لقى إن البلاغ جاي من نفس المبنى اللي فيه الشباك المكسور، فقرر يمسك القضية وأخد زميله معاه. في مكتب الأمن الضابط الصغير جاب التسجيل بتاع اللحظة اللي شاف فيها الحاجة الغريبة على الشاشة ووراها للضابط الكبير، بس التاني مهتمش وقال إنه مجرد تشويش في الصورة. الحارس الصغير مسك الصليب بتاعه لأنه كان متأكد إن اللي شافه ده شر حقيقي، بس الكبير حاول يهديه. جوه الأسانسير فرد الأمن والراجل الثالث حاولوا يفتحوا البيبان بالعافية، وبعد ما فتحوهم شوية اكتشفوا إنهم بين الأدوار ومش عارفين يطلعوا. الست العجوزة خافت جدا إن الأسانسير يقع بيهم في أي لحظة. الراجل اللي لابس كرافتة حمراء حاول يساعد في فتح الباب، بس رجعوه لورا بعيد عن الباقي عشان يراقبوه لأنهم لسه شاكين إنه هو اللي آذى الشابة. في الوقت ده المحققين وصلوا لمكتب الأمن الرئيسي، وفرد الأمن وراهم الكاميرات وشرح لهم حادثة الاعتداء، وقال لهم إن الناس اللي جوه بيلوموا الراجل صاحب الكرافتة الحمراء. المحقق بعد ما قيم الموقف طلب منهم يتصلوا بفني من شركة الأسانسيرات، وقال لزميله يطلب المطافي. بعديها سأل عن الناس المحبوسين وبالذات فرد الأمن، ولما عرف إنه موظف مؤقت طلب يشوف الملف الوظيفي بتاعه. الحارس الصغير بيقول للمحقق على اللي شافه في التسجيل، بس الحارس الكبير بيستهتر بكلامه تاني، والمحقق هو كمان مهتمش بالكلام ده. المحقق طلب من الناس اللي في الأسانسير يوروه البطايق بتاعتهم قدام الكاميرا عشان يعرفوهم، بس للأسف الكتابة ما كانتش واضحة خالص. فالمحققين والحارس الكبير نزلوا للصالة الرئيسية عشان يشوفوا سجل الزوار ويتأكدوا من الأسامي. في مكتب الأمن الحارس الصغير متابع الكاميرات، والنور في الأسانسير بدأ يرعش تاني. الشابة شافت كل اللي معاها اختفوا وظهروا تاني كأنهم جثث غرقانة في دمها على الأرض، بس بعد ثانية كل حاجة رجعت طبيعية. النور طفي خالص والمراية اللي في الأسانسير اتكسرت، وسمعوا أصوات مريبة في الضلمة. ولما النور رجع لقوا الأرجل صاحب الكرافتة الحمراء مدبوح في رقبته بحتة إزاز من المراية. الحارس الصغير نادى المحققين، ولما شافوا إن الراجل مات المحقق طلب تعزيزات. الحارس الصغير بدأ يحكي للكل حكاية، وقال إن المواقف دي دايما بتبدأ بحالة انتحار، وناس بتتأذي لما الشيطان يكون قريب، وساعات بيتمثل في شكل بني آدم عشان يعذبهم، وإنه واحد من اللي في الأسانسير ممكن يكون هو الشيطان. المحققين ما اهتموش بكلامه وفضلوا يراجعوا التسجيلات، وشكوا إن فرد الأمن اللي جوه ليه علاقة بالقتل، خصوصا بعد ما زميله قال إن ملفه بيقول إنه مجرم عنيف. المجموعة جوه الأسانسير بدأوا يشكوا في بعض مين القاتل، وفي الوقت ده المطافئ وصلت المبنى. المحقق بلغ الناس جوه إن المكان بقى مسرح جريمة، وهو مش مصدق إن اللي حصل ده كان حادثة، بس في نفس الوقت الناس دي شكلهم مش قتالين قتلاء. فجات له فكرة وطلب من حد فيهم يتطوع. المحقق طلب من الراجل يطلع ورقة من جيب القتيل، والراجل رفع جواب للكاميرا. الناس في المكتب قدروا يقروا اللي فيه وعرفوا ان الميت كان رايح يقابل حد في المبنى. المحققين راحوا يقابلوا المطافئ الاول، وبعدها المحقق راح للدور اللي فيه الشباك المكسور، وهناك الادله الجنائيه قالوا له ان رساله الانتحار اللي سابها الشخص غريبه جدا، ومكتوب في اخرها سامع خطوات الشيطان بتقرب. بره الاسانسير رجاله المطافئ حاولوا يفتحوا البيبان بس ما اتحركتش، وجوه واحد من الرجاله حاول يطلع من سقف الاسانسير، بس فرد الامن شده لتحت لانه افتكره بيحاول يهرب. المحقق اتكلم مع الشخص اللي كان القتيل رايح يقابله، وعرف انه كان نصاب، وطلب من الشخص ده قائمه بالناس اللي نصب عليهم. في الاسانسير الناس بداوا يفتشوا بعض، وفي الوقت ده المحقق رجع مكتب الأمن الرئيسي وقال لزميله إن في غالبا حد من الناس دي ما مضاش في سجل الزوار. المحقق بيقول لزميله إنهم لو كانوا ناويين يقتلوا الراجل صاحب الكرافتة الحمراء ما كانوش هيبقوا بالغباء ده. بيديه القائمة التانية وبيطلب منه يقارن بينهم، وبعدها بيروح للحراس. الحارس الصغير بيوريه الوجه اللي طلع في التسجيل، بس المحقق بيوريه رسالة اعتذار سابها الشخص اللي قتل مراته وابنه في حادثة عربية. المحقق بيقول إن البشر ممكن يبقوا أشرار من غير مساعدة الشيطان. وهم بيتكلموا الحارس الكبير بيراجع التسجيلات وبيوصل للحظة اللي الشاب افتكرت فيها إن في
في حد لمسها، بس التسجيل مش مبين إن في حد عمل كده. المحقق بيشك إنها بتكذب وبيبدأ يقلق منها هي كمان. بيشوفوا الناس في الأسانسير وهم بيفتشوا بعض وبيأمروهم يوقفوا. جوه الأسانسير بتقوم خناقة تانية، والست العجوزة بتهدد فرد الأمن بسبراي الفلفل بتاعها، بس هو بيشده من إيديها. في مكتب الأمن الحارس الكبير بيكلم المهندس وبيقول له بطل تختفي. المهندس بيكون نازل على كيبل الأسانسير ومش عارف يرد على اللاسلكي، وفجأة بيتزحلق من على كيبل وسنزير من معدات الحماية بتاعته بيتقطع. جوه الأسانسير فرد الأمن بيتريق على الست العجوزة عشان سبراي الفلفل بتاعها منتهي الصلاحية. فجأة حاجة تقيلة وقعت فوق الأسانسير، وسمعوا صوت اللاسلكي بتاع الحارس الكبير من فوق، وفي ثواني الدم بدأ ينزل من السقف. عرفوا إن المهندس هو اللي وقع، وحاولوا يفتحوا السقف عشان يساعدوه بس ما لقوش فايدة. الضابط طلع السطوح وبص في البير وشاف المهندس مرمي فوق الأسانسير وغالبا مات، وطلب من الأمن يغيروا قناة اللاسلكي عشان الناس اللي جوه سامعين كل حاجة. الضابط أمر المطافي يكسروا الحيطة عشان يدخلوا للأسانسير، وفي نفس الوقت في مكتب الأمن شافوا في التسجيلات إن الست العجوزة كانت بتسرق محافظ. الضابط علق وقال إنه كل اللي جوه ناس مش كويسين، وفجأة الشاشة هنجت وورت الضابط لوحده إنه كل اللي في الأسانسير جثث ميتة. بعدها شافوا تسجيل للراجل الثالث وهو داخل المبنى بشنطة، بس الشنطة دي ما كانتش معاه جوه الأسانسير. النور بدأ يرعش تاني وطفي، وفرد الأمن ولع كبريت وشاف حاجة غريبة جنبه، ولما النور رجع لقوا الست العجوزة مشنوقة في جنب الأسانسير وميتة. الضابط شاف المنظر وطلب قفل المبنى بالكامل وتجميع كل اللي فيه في الصالة، والحارس الكبير نزل البدروم. الحارس الصغير قال للضابط إن في سبب يخلينا نكون جمهور للشيطان في اللي بيحصل ده. جوه الأسانسير الراجلين نزلوا جثة الست العجوزة، وفي الوقت ده الضباط لقوا الشنطة في حمام قريب من الصالة وكان فيها عدة، فشكوا إنها استخدمت في تخليب الأسانسير. فرد الأمن الصغير بقى لوحده في المكتب، فبدأ يقول صلوات في الميكروفون للناس اللي في الأسانسير، بس هم ما عجبهمش اللي بيعمله، وبسرعة قامت خناقة بين الراجلين، والشابة كانت بتصرخ في فرد الأمن وبتقول له يقضي على الراجل التاني. والمحققين دخلوا المكتب ولقوا الخناقة شغالة، فأمروا الكل يبعد عن بعض ويحطوا إيديهم على الحيطة. المحقق سأل الحارس الصغير عن نهاية القصة اللي حكاها، فرد عليه وقال إن كلهم هيموتوا. بعدها زميله بلغوا إن الشابة هي كمان ليها سجل، وإنها كانت متجوزة راجل غني وجاية المبنى عشان تقابل محامي. المحققين جريوا للصالة ولقوا المحامي اللي قال لهم إن تخصصه محاسبة جنائية وإنهم لازم يدوروا في الناس القريبين منها. المحقق طلب يكلم جوزها في التليفون، وفي الوقت ده كان الحارس الكبير في البدروم بيقفل المية وبلغ المطافي يكملوا كسر في الحيطة، وهو هناك لقى سلك غرقان في المية وحاول يطلعه. فجأة الناس اللي في الصالة صرخوا لما شافوا الحارس الكبير بيقع وبيموت قدامهم. جوه الأسانسير الثلاثة اللي فاضلين رجعوا يتخانقوا تاني، والمحققين رجعوا المكتب وهم شاكين إن جوز الشابة هو اللي مرتب كل ده لأنه صاحب شركة الأمن اللي شغالة في المبنى، وافتكروا إن فرد الأمن اللي جوه هو المنفذ والباقي مجرد تمويه. وفي اللحظة دي النور طفى تاني في الأسانسير. المحقق طلب منهم يستخدموا شاشات موبايلاتهم ككشافات، بس الموبايلات اتشدت من ايديهم بالعافية. النور طفي، ولما رجع تاني لقوا فرد الأمن ميت، والاتنين اللي فاضلين مسكوا قطع إزاز وهم في حالة رعب ومستعدين يدافعوا عن نفسهم. المحقق بقى يائس وسأل الحارس الصغير ازاي يقدر يساعدهم، فقال له انهم لازم يعترفوا بغلطاتهم ويتحملوا المسؤولية. المحقق حكى لهم قصة شخصية وطلب منهم يرموا الإزاز ورموه بتردد، وفجأة النور طفي ورجع لقوا الشابة مرمية على الأرض وفي رقبتها حتة إزاز، والراجل بيحاول يساعدها. في اللحظة دي جثة الست العجوزة قامت من وراه وقالت له جه دورك. الراجل افتكر حادثة قديمة لما كان سايق عربيته وبيشرب بيرة وعمل حادثة مع عربية تانية. نزل من عربيته ولقى ست محبوسة جوه وعلى وشك الموت، وقبل ما تموت شاورت له على ابنها اللي كان مرمي على النجيلة قدام العربية. الراجل ما صدقش اللي عمله وهرب من المكان بعد ما ساب ورقة اعتذار على الشباك. جوه الأسانسير فضل يكرر إنه آسف ويترجى الست العجوزة اللي هي الشيطان إنها تاخده هو بدل الشابة، بس الشيطان رفض العرض ونزل الأسانسير بسرعة كبيرة لتحت. لما الأسانسير وقف الراجل لقى جهاز اللاسلكي بتاع المهندس وبدأ يحكي للمحقق كل اللي عمله. المحقق والحارس الصغير سمعوه وعرفوا الحقيقة، والشابة ماتت بين إيديه، والشيطان كان غضبان جدا لأنه كان عايز ياخده هو. النور طفي ورجع تاني، ورجالة المطافي فتحوا باب الأسانسير ولقوا الراجل هو الوحيد اللي عايش بعد ما الشيطان سابه، والست العجوزة اختفت. بعد كده المسعفين خرجوا الجثث، والمحقق شاف الراجل قاعد في الصالة وقال له إنه هياخده للقسم. وهم في العربية المحقق قال له إن عيلته هم اللي ماتوا في الحادثة دي، بس بعد كل الوقت ده هو مسامحه. ما تنساش تعمل لايك وكومنت عشان تتابع كل جديد.